فيه ايه يا ولاد؟ فيه ايه يا فتحي؟ ما تتكلموا، فيه ايه؟ مصيبة وحلت علينا يا ست نعمة. خليل جراله حاجة؟ لا يا خالتي، خليل جه من يومين ونزل الشغل في الغيط ورجله فوق رقبته. الحمد لله يا رب. طب فيه ايه؟ اتكلموا. البرقوق يا ست نعمة. ماله البرقوق؟ ضرب كله. يعني ايه؟ تعالوا وروني. بعد ما جمعناه في الإقفاص استنينا ان اللوري يوصل في ميعاده وما وصلش، تاني يوم ما وصلش، التالت برضه ما جاش، جمعة بحالها واحنا على ده الحال لحد ما ضرب، مش كده؟ يا حول الله يا رب. استنينا انك تيجي من مصر عشان نتصرف، ما جيتيش. طب ما هي مصر بعيدة عليك، ما جيتليش هناك ليه؟ ما انت كنت بتيجي على الهايفة. طب بلاش تيجي، ما عملتليش تليفون ليه؟ ما هو مش من عادتك تتأخري مع البيه في مصر كل المدة دي، وكل ما تتأخري يوم نقول ضروري هتيجي النهارده، ما بقيتيش تيجي. ده كلام ده والنبي بقى، ده كلام ناس بتفهم. الله يسامحك. الله يسامحكوا انتوا، انت يا سي خليل وانت يا سي طنطاوي ويا سي رفاعي. جايباكوا هنا ليه؟ كمالة عدد؟ ما شلتوهاش على كتافتكم ووديتوها سوق الجملة ليه؟ انا قلت لهم كده يا خالتي، قلت تعالوا نتصرف اي تصريف. خليل قال لي بلاش عبط. هنشيل حمولة عربية لوري. تشيل ما تشيلش ليه؟ هو عيب صحيح اللي اختشوا ماتوا. انتوا بتتكلموا كده وايديكوا في المية الساقعة كده ليه؟ الحق مش عليكم انتوا، الحق عليا انا، الحق عليا انا. سبت المزرعة لسي فتحي وشوية عيال، والغلبان في الموضوع الراجل الطيب اللي معتمد عليا كده اهو. تحطوني في المزنق ده اهو. والعربية ما جاتش ليه؟ ما رحتوش تستعجلوها ليه؟ ولا على رجلكوا نقش الحنة؟ لا دي بقى عملناها يا ست نعمة. كل يوم على الله نروح لمكتب النقل نقول لهم فين العربية اللوري، يقولوا لنا جاية في رجليكم ولا تجيش. ويقصدوا ايه بكده؟ يا اما انشغال يا اما والله اعلم الراجل المعلم بتاع شبرا وزهم علشان ما ادنالوش البرقوق بالسعر اللي هو عايزه. يعني بيعاندنا؟ انا بقول كده والله اعلم. طب معلش، الحق عليا انا، ارجع اقول الحق عليا انا. انتوا ناس بتاكلوا في قتة محلولة، قلبكم مش على حد. ناسين ان ده اكل عيشكوا زي ما هو اكل عيشنا، وفي الاخر هيقع على دماغكوا قبل ما هيقع على دماغنا. ما هو لما كل حاجة تخسر هجيب لكم فلوس منين؟ يا خالتي بس يا واد انت مش عايزة كلام كتير. يلا اجري اجري، جيبوا اي حاجة، تريسيكلات، حمير، بغال، اي بلا ازرق يشيل البرقوق. يلا هنبيعه باي سعر. رفاعي تعالى عاوزاك. حاضر. خد. ايه ده يا خالتي؟ دي سلسلتي. اعمل بيها ايه دي يا خالتي؟ خد دول كمان، دول حوالي 40 جنيه. انا مش فاهم حاجه خالص. هفهمك. هتنزل مع خليل المنصورة تبيع السلسلة باللي فيها ده. هي تساوي لها كده 350 جنيه. افرض بعتها بأقل من كده، كمل بالفلوس اللي معاك دول. المهم يكون معاك 300 جنيه. كويس. هتروحوا بقى المركز تدفعوا الغرامة عشان ابوك ما يروحش السنة اللي بيقول عليها دي. اسمها المصاريف. اسمها المصاريف؟ اسمها العفاريت. اهو روحوا وخلصوني. وده كلام يا نعمة يا اختي؟ هتبيعي سلسلتك؟ هعمل ايه؟ ما انا ما قداميش حل تاني. طب افرضي محمود بيه خد باله وسأل على السلسلة. انا كنت شارياها زمان، مش هياخد باله. الراجل ما بيسألش. لا حول الله يا رب. ما انا كمان ما اقدرش مرمط سي عبد المجيد عشان غرامة زي دي. وبعدين الناس في المزرعة يقولوا ايه وهو رايح كل يوم المركز يمسح الارض. بس انا بصراحة مش عاجبني الحال. مش عاجبك ايه يا اخويا؟ حضرتك يعني بعت معايا رفاعي ومدياله الفلوس والسلسلة، ليه؟ مش مستأمناني؟ لا مش مستأمناك. يعني انا حرامي؟ اثبت لي بقى عكس كده.